عندي صفحة مثل هذه على نوشن فيها صفحات، فيها داتابيس، فيها معلومات، فأريد أن أربطها ب N8N حتى أعمل ورك فلوز معقدة. فممكن أني نتحدث على هذا التيبل، ممكن أضيف صفحات، ممكن ألخص معلومات، أصنف مقالات معينة، إيميلات معينة. فهذا الأمر كله ممكن، ولكن في هذا الفيديو راح أشوف فقط طريقة الربط بين نوشن وبين N8N. أما إذا أردت أنك تعرف المزيد فراح أخليكم رابط الأكاديمية في التعليقات أو في صندوق الوصف. فراح اروح على N8N هنا وراح اضغط على نوشن وراح اشوف مع بعض الامكانيات الممكنه. فممكن اذا تحدث اي صفحه يوصلني ايفنت وابدا ورك فلو، او اذا اضيفت صفحه جديده، وايضا كل هذه الاكشنز ممكن اني اعملها. طيب خلينا نشوف كيف يمكن ان نقوم بالربط. فهنا راح نستعمل هذا الخيار لاني اريد مثلا ان اتحصل على الصفحات في داتابيز معينه، وبعد ذلك ممكن الخصها، ممكن اعمل اشياء كثيره. حتى اقوم بالربط راح اضغط على create new credential. بعد ذلك راح تحتاج انك هذا السيكرت تضيفه. فكيف تضيفه؟ فراح تضغط على open documents، وبعد ذلك راح تنزل الاسفل حتى تجد integration dashboard. فراح اضغط عليها بهذه الطريقه، وبعدين راح اضغط على new integration، او راح اختار اولا الورك سبيس، وبعد ذلك راح اعطيها اسم الان ونكتب مثلا N8N، واختار مثلا رقم 3 لاني اضفت مرتين الانتجريشن، واضغط على سيف. بعد ذلك اضغط على كونفيجور، وتلاحظ انه اعطاني هنا الكي. فراح اعمل شو كوبي واضعه مباشره هنا، وراح اضغط على سيف. فهنا تلاحظ انه اتصل بشكل ممتاز. الان بقى لي ايضا نقطه اخرى، وهي انه لازم اعطي اكسس للصفحه لهذا الانتجريشن. فكيف اقوم بهذه العمليه؟ فخلوني اروح على التاسكس. فمثلا عندي هذه الصفحه اريد اني اربطها مع N8N، فراح اروح على كونكشنز، بعدين اختار N8N. اذا عندي كم من انتجريشن لازم احرص على اختيار الانتجريشن المناسبه. فمثلا عندي هنا رقم 3، واضغط على كونفيرم، وبالتالي يكون اعطيتها اكسس. خلوني ارجع على N8N، والان المفروض اذا كان الاكسس صحيح فراح تظهر لك هنا قائمة الداتابيز، يظهر لك الصفحة بالضبط اللي اشتغلت عليها. راح أضغط على تيست، والمفروض يعطيني قائمة الصفحات. طبعا ممكن بعد ذلك تقوم بأي شيء مع N8N مع مختلف تريجرز والأكشنز الموجودة. أتمنى كان الفيديو واضح، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.